حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 2 بالليل، وجه في دماغي ان انا اقوم اعمل بسكوت بالليمون. يلا نشوف هنعمله ازاي. اول حاجة انا معايا بيضتين بالشكل ده كده اهو. كوباية سكر بودرة بقى او عادية مش فارقة، ومعايا عصير ليمون، ومعايا بشر ليمون اهو كمان، ومعايا كوباية زيت. ايه الكلام الجميل ده كله؟ هنعمله كده مع بعض بالمنظر ده، يتخلط كله مع بعض لحد ما يتجانس كده ويبقى زي الفل مع بعض. بس وانا مش هقوم الساعة 2 بالليل اعمل حاجات معقدة، يعني حاجات بقى على السريع كده. خلاص شوفوا خليط اهو زي الفل. احلى حاجه في الدنيا بسكوت الليمون ده، من شويه ليمون هتعرفي تعملي بايه احلى بسكوت. هجيب منها بقى الدقيق بتاعي. انا كده بقى مش عاوزه دي، انا عاوزه ايه؟ الاسباتولا كده. وهجيب الكوبايه بتاعتي، كوبايه زي دي كده، هحط الدقيق وهحط معلقه بيكنج باودر، معلقه حلوه كده تكون ايه بيكنج باودر اهي. بس الله عليك. بس على فكرة البيكنج باودر ده بحطه في غسيل الفاكهة، ساعات بحطه في المية لما اكون بغسل فاكهة او حاجة بغسله، وكمان لما بكون بغسل سناني ساعات بحطه على المعجون. حلو بيبيض السنان قوي اهو. هقلب بقى بالمنظر ده لحد برضو ما الخليط ايه يمسك معاه. كنت اللي وصلت لحد هنا، يا ريت ننزل نعمل اشتراك في القناة ونفعل زر الجرس ونشارك الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد، ودايما نبقى متواصلين مع بعض. حد كمان الحبة دول بالمنظر ده لحد اما هي تلم، يعني تلم كده معايا. خلاص ارفع ايدي انا شكلي كده. هاخد هنا كمان حبة دقيق تمام، وهنشمره بقى على الحاجة دي كده ونعملها بايدينا. حبة بحبة كده لحد ما ايه يمسك. خلاص اهي اتعجنت اهو زي الفل اهي. خلاص اهو هسيبها بقى كده شوية على ما اجيب القارب بتاعي. هو المفروض بيتحط
ورق زبده، بس انا ما عنديش ورق زبده وهحطها عادي كده. تمام اهو بس كده. يلا بتاعتي المفروض كان يبقى فيه ورق زبده بس انا ما عنديش، فانا هعمله من غير ورق زبده. هاخد كده اهو، هعملها كده بس اعدلها كده اهي. شو جمالها كده. وعندي هنا سكر بودرة، هعملها كده في السكر. هي المفروض بقى لو في ورق زبدة كنت حطيتها كلها، لغمضتها كلها كده، بس ما فيش ورق زبدة، فانا لو حطيت تحت هيتحرق السكر، فعشان كده هحط على فوق بس مش حاطه تحت. تمام بعدهم بس عن بعض كده. وكده بقى كله انا مولعه الفرن. لا حول الله يا رب اهو. بس اي اصوات بتسمع هنا بتبقى من الجيران يا جماعه اهو. هكمل بقى كل الكميه بهذا المنطلق وارجع لكم. طلع اهو من الفرن، على فكره ما بياخدش في الفرن حاجه. شوفوا انا حاسه كده، انا شفته على موقع قناه اجنبيه بس عجبني قوي. ريحته اولا تحفه، وحاساه زي الكحك عندنا بس هو مش كحك، هو بسكوت بيعملوه بالليمون. تحفه والله تحفه. شوفوا انا طبعا المفروض انه بيتحط كله في الليمون، يعني بيتحط كله في السكر. انا بقى حطيت الوش بس اللي في السكر عشان خاطر ما يتحرقش. هي المفروض بيتحط على ورق زبده، انا ما كانش عندي ورق زبده. شفتوا طالع عامل ازاي؟ تحفه اهو. والله الطعم خرافي. جنبه بقى كوبايه شاي اهو. الله جنبه كده كوبايه شاي ملوش حل. طلع عليه شوفوا والله يا بنات طعمه، والله العظيم طعمه لو جربتوه مش هتسلوه فعلا. الطعم حكايه، مش كحك، بسكوت، وبسكوت بالليمون. حاجه طعم جميل جدا، طعم الليمون كمان باين فيه جدا جنب الشاي جنب اللبن الصبح. حاجه خطير 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 والله، جميل قوي. وصفه تستحق فعلا الواحد يعملها. ما تنسوش يا حلوين الاشتراك في القناة، ودايما تبقوا معايا ومتابعيني عشان تشجعوني دايما ان انا اتواصل معاكم وان انا اعمل معاكم كل حاجة جديدة ومفيدة. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم.